الفيديو ده كده دعوة للعودة للأبجديات. عارفين كلمة دي طيبة وعايزة تعيش؟ يا بنتي ده طيب وعايز يعيش، اللي هي الكلمة اللي كانت الأهالي زمان بتبيع بيها العريس أو العروسة، طيب وعايز يعيش. شوف قد سهولة الكلمتين قد ما هي دلوقتي بقت طموحات وأماني. فكر فيها كده وفسرها. عارفين يعني إيه تكون مع إنسان طيب وعايز يعيش؟ لو كانت بمفهوم زمان بنسبة كبيرة يعني المقصود بيها إنه حد مش عايز حاجات كتير من الدنيا، عايز بيت، عايز حد يبقى معاه، عايز ونس، مع إن دي يعني حاجات مهمة جدا وما ينفعش نهمش منها ونحترمها جدا لو كانت دي تطلعات حد. بس تعالى بقى نقيس ده على دلوقتي. طيب وعايز يعيش دي بقت خناقة كبيرة جدا إن أنت شخصيا توصل مع نفسك لقناعة خاصة ان انت شخص طيب ومسالم وقادر ان انت تتصالح مع الدنيا، والاهم بقى انك تكون عايز تعيش. عايز تعيش دي لما قعدت افكر فيها لقيت انها حاجه كبيره جدا. ما هو الشخص الكئيب اللي ميال طول الوقت للحزن والزعل وبيكبر كل الموضوعات، وان العربيه اتخبطت زي نتيجه التحاليل، ما عندوش وسط كده في المشاعر، كل الحاجات عنده في كفه واحده، ده شخص مش عايز يعيش. العيشه معاه صعبه جدا. عشان كده بقى واحنا بنسمع كلمه طيب وعايز يعيش نعقل الكلمه كده على راي حسن حسني، لان دي مش بس بقى طلب انت طالبه، دي بقت صفه مهمه جدا انها تكون في انسان هيشاركنا حياتنا، انسان عنده استعداد يتخطى كده الايام الصعبه ويعرف ان هو عمر محسوب عليه جاي عشان يعيشه، فيفعل الكلمه دي ويعيشه فعلا. ما يوقفش عند الحاجات التافهه، ما يبقاش انسان تقيل على القلب كده ووجوده يعمل كرشه نفس. شخص ما يتعبناش معاه، ما يخليش دماغنا تقعد تودي وتجيب، لانه ببساطه عايز يعيش. انسان بيفرح لو نزلنا نشرب عصير ونقعد كده زي ما بنقول نلف بالعربيه، تبقى دي فرحه وحاجه كبيره. مش معنى كده اطلاقا ان الناس تبقى سقف تطلعاتها ورغبتها ان الحياه تبقى افضل يبقى منعدم، بس في الاصل لازم اصلا يكون حابب ايامه وعايز يعيشها، لان الشخص اللي مش حابب وناقم على الايام مهما خد من نعم ومهما بقى عنده فرص هيفضل برضه حزين ومش مبسوط وبيكحت في النكد تكحيت. فأنا بقى من موقعي هذا بدعو للعودة للأبجديات، الكلمة اللي كان بيتباع بيها كده زمان العريس أو العروسة، ناس طيبة وعايزة تعيش. حط بقى مع ده بصراحة مش العريس والعروسة، كل أشكال العلاقات الاجتماعية. دوروا في الحياة على ناس حقيقية جدا وبتحاول بكل ما أوتت من قوة إنها تعيش.